علم الشعب بحركة الضباط الأحرار من الراديو ثم من الصحف، وقابلتها الأغلبية العظمى بالارتياح والفرح. وللعلم فإن الحركة المباركة كما أسماها أصحابها غداة قيامها تعدلت مواعيدها أكثر من مرة. تحدد للثورة تاريخين. الأول كان 23 الأسبوع الثالث من نوفمبر اللي هو ميعاد افتتاح مجلس النواب القديم، وألغي هذا التاريخ للظروف السياسية اللي عاصرت مصر في الفترة ما بين يناير و يوليو، ويعني المصارعة بوزارات مختلفة. رحت لأبو الفضل وقلت له يعني يظهر عملية كشفت، وأنا سمعت حديث دار بين حلمي عبد البر عضو مجلس النواب وبين إمام إبراهيم، فإذا كنتوا ناويين تعملوا حاجة احنا بقالنا 3 سنين ونص نعمل، مش عايزين تعملوا حاجة في الضوء السيرة، وأنا شخصيا بذاكر مش هحضر أي اجتماع، عاوزين تاخدوا أكشن ناخد، غير كده مفيش اجتماعات. في أواخر يونيو لما صدر قرار بحل مجلس إدارة النادي جالنا إنذار مبكر إن ضباط الأحرار أصبحوا في مركز يسمح لهم إنهم يعملوا حاجة في 52. كان الإنذار الأصلي 55 أو الترتيب الأصلي إن إحنا هننمو ونعد نفسنا لعملية في سنة 55. بعد حل مجلس إدارة النادي التفكير اختلف، وكان الميعاد الأولاني أغسطس على وجه التحديد الأسبوع الأول من أغسطس سنة 52، بعد ما كان سنة 55، وبعدين تقدم لنوفمبر 52 ثم أغسطس 52. وطلب مني إعداد المجموعة اللي هتشارك إعداد جيد من أوائل يوليو، وعدم مغادرة السلاح من 5-6 يوليو للإعداد لأغسطس 52. وفعلا قعدت أنا وأحمد حمودة في داخل السلاح، وابتدينا نصلح أو نقوي علاقتنا بالعساكر وبالضباط زمايلنا في هذه الفترة. حصلت خيانة وما كانتش معروفة من مين، إلى أن اكتشفت أنها من حسين سري باشا، والسبب لأنه حسين سري جوز خالة فريدة الملكة فريدة. الملكة فريدة. وكان زواج الملك بناريمان، وإنجاب ولد قطع أي فكرة لصلح أو أي حاجة يعود إليها، فهو كان ضعيف الشخصية بالنسبة لمراته الله يرحمهم بقى هما الاثنين، اللي هو حسين باشا. حسين باشا السري. فالملك كان بيقول من غير تحفظ أي حاجة قدام حسين سري، وعلم إن الثورة قدمت معاتها كمان. أيوه. فقال الكلام ده قدام حسين سري، حسين سري نقله لهم، فقدموا هم معاتهم أكتر. نقله لهم إزاي يا فندم؟ كان على اتصال بيهم، ده حسين سري. ما تعرفش من خلال مين؟ الحقيقة مانيش عارف من خلال مين، لكن اللي أشك فيه بقى الله يرحمه الرئيس أنور السادات، لأن هو اللي كان أكتر حد بيحاول يتقرب من السرايا باستمرار عن طريق المرحوم الدكتور يوسف رشاد اللي كان صديقه. أبلغ أبو الفتح بأن الملك بيعتزم تغيير الوزارة، وأن وزير الحربية الجديد هو اللواء حسين سري عامر الذي يعرف الكثير عن الضباط الأحرار، وهنا فكرنا في تغيير الميعاد. وابتدى يطردوا ضباط الأحرار. أظن أحمد الفتح اللي بلغ وثروت قال لي جمال عبد ثروت عكاشة لأنه واخد أخته باين.
قال له ابتدأ التحرك، فبعتوا لي حسن إبراهيم ورجعت اشتركت معاهم بقى في العملية يعني. الثورة وموقف قيامها أجل حتى يأخذوا التصديق النهائي من المرشد العام اللي كان موجود آنذاك حسن اسماعيل خضيب، لأن فوجئ جمال الوالد الله يرحمه إن فوق جمال عبد الناصر من أخبار الثورة أصبحت معروفة ومعلنة، وإن وصلت الأمر إلى مسامعها إلى المسامع الملك واللواء حسين اللي كان اسمه هناك اسمه إيه يميها اللي هو بتاع الملك، فخافوا على نفسهم وعجلوا حسين سري عامر وعجلوا بموعد قيام الثورة اللي كان مفروض إن هو يعني بعد ذلك بضعة أشهر. فيمكن على ما أتذكر حدد يوم 22 يوليو وأخطر قيادات الإخوان، فقالوا له ما نقدرش لأن لسه لابد أن في هذه الأمر نأخذ يعني التصديق النهائي من المرشد. إزاي مش إزاي؟ قالوا له إحنا ما نقدرش. كان هو موجود في اسكندرية يوميها، فسافر فريق منهم الاسكندرية، منهم فريق عبد الخالق، منهم حسن العشماوي، منير دلة، وراحوا للاسكندرية وقابلوه وعرضوا عليه الموضوع وقعد يعني يتبادل معهم الرأي في هؤلاء الضباط وايه الحامي وايه الوضع وايه المطلوب من الاخوان، لان قيل ان الاخوان طلب منهم ان يعملوا بعض حركات تخريبيه هو رفضها، يعني خاف منها لو فشلت الثوره تنسب الى اخوان وتبقى مسؤوليه الاخوان او حاجه زي كده. فنهايته لما رجعوا بالموافقه فاجلت يعني لغايه 23 يوليو. كانت الثوره المفروض انها تتعمل قبلها بيوم، يوم ليله 21/22، ولكن اتأجلت، كان لسه ترتيبات نهائية ما اتعملتش، وبعدين قررنا انها تعمل يوم، اجلناها يوم ليلة 22/23. وجدير بالذكر أن الضباط الأحرار قد تأثروا بشكل خاص ببعض من كبار الضباط اعتبروهم المثل والقدوة. كان أولهم الفريق عزيز المصري. كنت مفتون بشخصية عزيز المصري في من أباد، وكان معروف عن أنه بيكره الإنجليز. وفي أواخر عام 41 التقيت بعزيز المصري في جروبي بناء على طلبه، وكان بحاجة إلى مساعدة الضباط لتمكينه من السفر إلى العراق كطلب الألمان. وفي هذه الأثناء كان الإنجليز قد أفلحوا في استصدار أمر بإحالة عزيز باشا إلى المعاش. كل ما ذكر من قبل وأنا ذكرته أن عزيز المصري كان له إيحاءات في العمل العسكري في المجال الوطني. عزيز المصري كان بيمثل نقطة التقاء لكثير من الضباط الوطنيين، لأنه كان بيمثل رمز من رموز المقاومة للإنجليز والاستعمار، فعشان كده كانت أفكاره بتجد صدى، ولكن هو تجمد عند قضية الاغتيال الفردي، أثر أفكاره عند ناس كثيرين منهم عبد الناصر وأنا. بدأت علاقتي بالثورة والرئيس جمال عبد الناصر أقدر أقول لك من خلال عزيز باشا المصري. فعزيز باشا المصري الحقيقة كان شخصية كاريزماتية، وكان شخصية بتجمع حولها كل الثوار. عزيز باشا المصري بيعتبر يعني شخصية تاريخية، يمكن ناس كتير ما يعرفوش إن هو حارب في كثير من المناطق مع الجيش العثماني. فهو حارب في بلغاريا مثلا، وحارب في البلقان، حارب في اليمن وجاله حتى كوليرا في اليمن. كان مع أنور باشا في كانت تقريبا تآمر ضد الباب العالي أياميها، وكان هي الفكرة من جماعة أنور باشا أنهم يجددوا تركيا. فالحقيقة عزيز باشا المصري كان شخصية أسطورية بالنسبة لنا، وكنا بنتجمع كلنا حواليه، بما في ذلك الكثير من قيادات الثورة، ومنهم طبعا الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. الحقيقة اللي حلقة الاتصال كانت مجموعة بيسموها دايما مجموعة مصر الجديدة.
لأن احنا كلنا قاعدين في مصر الجديدة. فكان المجموعة مكونة من كمال رفعت الله يرحمه، ومن حسن تهامي، ومن صلاح دسوقي، ومني أنا. كان معنا أيضا بعض الإخوان الآخرين زي الدكتور طلعت السيد، أستاذ في كلية الهندسة، كان يعني في كلية الهندسة، والأستاذ أحمد رفعت الرزنمجي أو المهندس أحمد رفعت الرزنمجي كان مهندس زراعي. لكن الحقيقة يجب أن أنا ألمس شخصية كانت عظيمة جدا، كمال حسنين الله يرحمه، هو أيضا من كلية الزراعة. هو كان يمكن أكثرنا ثورية ويمكن أكثرنا نقاء وتضحية. كان من المثل العليا والقدوة الحسنة أيضا البطل أحمد عبد العزيز. في فلسطين قال لي كمال الدين حسين إن أحمد عبد العزيز قال له إن ميدان الجهاد الأكبر هو في مصر. المرحوم أحمد عبد العزيز في بيت لحم مرة كنا ماشيين وهو كان لطيف ونتكلم عن أحوال بلدنا وأحوال الحملة اللي احنا فيها وكان بقى القوات بتاعتنا قليلة جدا، وكان هو متضايق من ان مفيش امداد له كويس، لا مدافع ولا قوات ولا اسلحه ولا ذخيره ولا حاجات من دي. وقال لي بقى تعرف ان ميدان الجهاد الحقيقي ما بقاش هنا. ابو كمال كان يقول لي ابو كمال ميدان الجهاد الحقيقي في مصر. على مسافة عدة كيلومترات من قرية الفالوجة أصيب الشهيد أحمد عبد العزيز بعدة رصاصات قاتلة، وقيل وقتها أن الرصاصات انطلقت من خطوط القوات المصرية لتنقلب السيارة ويصاب أحمد عبد العزيز. ويتساءل الأستاذ محمد الطويل بعد رواية حسن التهامي له في كتابه لعبة الأمم كيف أصابت الرصاصة الجانب الأيسر لأحمد عبد العزيز ولم تصب السيارة ولا سائقها صلاح سالم الذي كان يجلس بجواره. ربما يكون هناك من يقول أن صلاح سالم هو الذي قتله. لا، هو كان جاي من اجتماع، راح وكلمة سر الليل معروفة محددة، راح لهذا الاجتماع وهو يعلم تماما كلمة سر الليل. كان اجتماع في أريحة في حاجة يعني في الأرض الفلسطينية، وتأخروا فيه إلى أن تغيرت كلمة سر الليل، هي بتتغير كل ليلة يعني. فجات العربية جيب اللي سيئها أحمد عبد العزيز وبجواره صلاح سالم كان معاه في هذه المهمة. فأما سأل الجندي أول ما هلت العربية، سأل الجندي بيقول كلمة سر الليل فيقولها له، فيعرف إنه هو من الأصدقاء أو من رجالته يعني. فأحمد عبد العزيز ما قالش كلمة سر الليل، قال الكلمة القديمة اللي الجندي ده ما يعرفهاش، فأطلق النار عليهم على أساس إنها يعني عملية. ولماذا لم يطلق النار على صلاح سالم؟ لا، هو أطلق النار فأصاب أحمد عبد العزيز. على كل حال استشهد البطل أحمد عبد العزيز وفاضت روحه إلى بارئها في هذه الواقعة، وبقيت ذكراه العطرة، ونجا صلاح سالم يومها ولم يمسسه أي سوء. هو بالضبط كده، إنها أصابت أحمد عبد العزيز وأخطأت صلاح سالم. وكانت آخر منشورات الضباط الأحرار قبل تحركهم مساء يوم 22 يوليو تدور حول محورين أساسيين. المحور الأول القضاء على الاستعمار وأعوانه الخونة في وادي النيل. المحور الثاني تكوين جيش وطني بإعادة تنظيمه وتدريبه على أسس سليمة، وهذا ما حدث فعلا في بدايات الثورة. زود جيش أوطانك وتبرع لسلاحه، علشاني وعلشانك بيضحي بأرواحه. زود جيش أوطانك. ويؤكد الثوار أن الثورة كانت في البداية والنهاية ثورة بيضاء. احنا من البداية ضد الاغتيالات،
من البداية، يعني عارفين الدم يجر دم، والثورة الفرنسية كانت دايما عندنا في ذهننا يعني. ولا من أي أحد من لا. أعضاء المجلس؟ كان جمال سالم الله يرحمه يعني متحمس الاتجاه ده، لكن كلنا كنا ضد الاتجاه. لو كان في مقاومة وناس هتهاجمنا لازم احنا نقاوم، لكن ما دام الفضل جه وانه الناس قبلتنا بدون إراقة دماء. وعلم الإخوان بقيام الحركة قبل بدئها، إذ كان هناك تعاون مشترك بين الضباط وجماعة الإخوان. وكما كان بعض الضباط منضما إليها قبل أن ينضم إلى الضباط الأحرار، فقد كان البعض الآخر أعضاء في جماعة اليسار التي تم إبلاغها أيضا. الاتصال بين القيادات الإخوان المسلمين والثورة كانت يعني اتصالات كاملة وشبه يعني مشاركة. عدت حديثته منشورا يؤيد الحركة في الساعات الأولى من صباح 23 يوليو. طبعا، ولذلك بادرت الحركة الديمقراطية للتحرر الوطني بتأييد حركة 23 يوليو. وفي صباح 23 يوليو استقل اللواء محمد نجيب والبكباشي جمال عبد الناصر سيارة مكشوفة من سيارات الجيش تتبعها عربات أخرى، وسار الركب في شوارع القاهرة، فاستقبلته جموع الشعب بالتحية والتصفيق والهتاف. عندما قامت الثورة واختير كرئيس للمجموعة اللي اسموها الضباط الأحرار، هل كنت على اتصال به أيضا؟ طبعا، فلأن أنا كنت عايش تقريبا معاه في بيته الأول في سكنات العباسية، وإحنا اتخرجنا بعد الثورة بعدة أيام، لأن كان دفعتنا المفروض تتخرج في 31/7، أجلوها لغاية 9 أغسطس 52، وهو اللي خرجنا من الكلية الحربية، كان قائد الثورة بتاعتنا. ولا أنسى إطلاقا يوم الثورة اتلمت الناس وبتاع، وطلعنا على شارع الخليفة المأمون، وشفت موكب الرئيس محمد نجيب، وكان في عربية لا أنساها، عربية بلايموس مكشوفة بيضة، وراكب العربية وبيشاور بالكاب بتاعه والناس ملموم عليه، وقدامه حرس عربية جيب وورا عربية جيب. أول بيان ألقاه الرئيس نجيب في الإذاعة كان حضرتك معاه في الصورة. أيوة، كان ذكرياتك عنه. ذكرياتي عنه كان هذا الكلام يوم 24 يوليو، وتوجه اللواء محمد نجيب، وكان في هذا الوقت قائد عام القوات المسلحة، كنت أنا معاه، وكان معاه كمان الرئيس الراحل أنور السادات. كنا احنا الثلاثة رحنا إلى دار الإذاعة، والرئيس محمد نجيب ألقى بيان، وأنا ورئيس أنور السادات كنا وراه، وزي ما احنا باينين في الصورة، وألقى بيان إلى الشعب المصري. واللي يستلفت النظر إن هو لما نادى بقى الشعب ما قالش يعني إنه بيكلم مصر، قال إلى شعب وادي النيل، وهذه إشارة خطيرة تدل على أن هذا الرجل كان بينظر إلى مصر والسودان على أنها بلد واحد. وكان اللواء نجيب قد أعلن يوم 24 في الإذاعة المصرية البيان التالي بصوته: تفشت عناصر الفساد في مرافق الدولة بدرجة خطيرة أساءت إلى سمعة مصر في الداخل والخارج، ولم يكن الفساد وقفا على المرافق المدنية، بل تعداها إلى الجيش، وتآمر الخونة على جعل مصر بدون جيش كامل التسليح يذود عن حياضها إذا جد الجد، فلم نجد مناصا من منازلة الفساد والقضاء عليه أينما وجد، فقمنا بحركتنا السلمية معتمدين على الله وعلى تأييد شعب مصر الكريم. واهتزت موجات الأثير تنقل أنباء مصر، ويستجيب القائد لدعوة الصحفيين فيعقد معهم مؤتمراته الصحفية لا خفاء فيها ولا دهاء، إنما هي صراحة وعزم وبساطة، هي إيمان ووطنية جعلت العالم يقرأ عن مصر فيعجب ويتعجب. يوم 24 يوليو وأنا كنت قاعد كنا بقى توسعنا وقتها، الإذاعة كانت اتسعت،
وكان عندنا جنب شارع علوي خدنا مبنى شارع الشريفين، وانا قاعد فيه بالليل زي دلوقتي كده، فسمعت اصوات وهتافات وحاجات. لقيت انه يعني قلت سالت، قالوا ده الرئيس محمد نجيب راح هناك. رحت على الاستوديو قابلته. ما كانش لسه رئيس ايامها، كان حتى الملك موجود. كان قائد الثوره. كان قائد الثوره محمد نجيب موجود. رحت وكان معاه المرحوم انور السادات وعدد كبير من الضباط. فرحت وسلمت عليه وقعدنا في الاستوديو وخدنا صور مع بعض، وبعدين ودعته وهو ماشي، والصور دي نشرت في الصفحات الاولى في الصحف وقتها. وقال بيان انه ملخص البيان انه الثوره مرتاحه ان الشعب استقبل حركتها بهذا القبول، وانه ما وعدنا به في البيان الاول سننفذه، وانما رجعنا انه يعني مش عايزين بقى مظاهرات ومواكب وكذا، عايزين الشعب يتفرغ واحنا نتفرغ ايضا للعمل. ونذكر او نتذكر هنا ان مسببات قيام الثورة كانت متعددة، وكانت الاحداث التالية بمثابة الشرارة الاخيرة: حريق القاهرة. وفي 26 يناير 1952 حدثت مأساة حريق القاهرة. النحاس رئيس الوزراء لزم داره في جاردن سيتي، وظل فاروق في قصر عابدين لا يحرك ساكنا، ولم تصدر الأوامر للجيش بالنزول إلا في العصر. والله دي قضية لم يزح ستارها بعد، وما أظنش سيزاح ستار، لكن هو في أكثر من إصبع بيلعب في الحكاية دي. في تقدير الملك، وأنا ببني على مظنة إنما ما ببنيش على حقيقة، لأن الملك في يوم حريق القاهرة دعا ضباط الجيش الكبار جميعا إلى وليمة بمناسبة سبوع ابنه. وشيء غريب أن البلد بتحترق ما بين الساعة 11 من الساعة 10 11 12 1 2 وهم بيتغدوا في السرايا، ثم يبلغ الملك ان القاهرة بتحترق، فيقول لهم خدوا طريق الجبل، ما تمشوش في وسط البلد عشان ما تثيروش البلد. اصبع من اصابع. قد تكون بعض الاحزاب، وانا لا استطيع ان اتهم حزبا بعينه في هذه المسألة، قد تكون قوى اجنبية عايزة تعمل تدمير للواقع المصري في ذلك الحين. ربما كان الملك يقيم حفلا يعني ابتهاجا بسبوع ولي العهد الذي رزق به، ومجمع كل أفراد الجيش على الوزراء إلى آخره، والأحداث كانت تتطور شيئا فشيئا. وكان حريق القاهرة الذي لا شك أنه كان يمكن أن يكون هناك أيدي تدبر له، ولكن الاتجاه واضح أنه ظهر أنه كان يراد أيضا الإيقاع بأحمد حسين، والذي كان في ذلك اليوم في سريره مريضا. اتصل بي عدة مرات في هذا اليوم، مرتين أو ثلاثة، في شربين، وقال لي لابد أن تحضر بسرعة وفعلا حضرت، وأمكنني أن أخذه ومعي في سياق، وعن طريق يعني أساليب كثيرة لكي أضعه في مكان أمين في الإسكندرية، لأنه أبلغه الأستاذ مصطفى أمين في ذلك الوقت أنه كل الاتجاه موجه إليه، أنه هو المسبب في حرق القاهرة، وأنه هو المحرض على ذلك، وأن هناك شهود يعدوا لشهود بذلك الأمر. بالرغم أنه كان اتصل بالسيد علي ماهر ذاك الوقت، ماهر مرتين وتحدث إلى آخرين. وبعد 8 ذهبنا إلى اسكندرية، ويمكن أن أقول قد نمنا يعني أكثر من 24 ساعة دفعة واحدة. وعندما صبحنا في الصباح وكنا قد أعددنا أن يكون معنا تابع يخدمنا، فذهب اشتري الجرائد، فنشتري الجرائد فنجد أنه أحكام العرفية أعلنت، وثم أقيلت الوزارة، وكلف علي ماهر بتأليف الوزارة. وهناك حادث لم أعرفه
ولم أفسره إلا أخيرا. بان في عندما كان هناك تحقيقات أخيرة مع الأستاذ الدكتور محمد حلمي مراد، وانتهى التحقيق تقريبا، ونجلس كده جلسة لإتمام بعض فكان معنا الأستاذ سلمي العوة، محمد سلمي العوة، فقال لنا كده من غير قصد تعرفون أنه هو لأن جاءت حكاية اليوم حريق القاهرة وكذا، أن في هذا اليوم يوم حريق القاهرة ده كانت هناك دكتور حسن العشماوي في سيارة ستروين سوداء، ومعه كان جمال عبد الناصر، كان بيحاول أن يعرف ماذا يحدث في البلد، ذهب إلى هنا وهنا وهنا، ولذلك فسر لي أن التهمة التي كانت موجهة أن أحمد ياسين كان في سيارة سوداء ستروين، ولكن في الواقع الأمر أن لم يكن هو فيها، إنما شوهدت سيارة سوداء سمرين في أكثر من مكان. وألغيت انتخابات نادي الضباط. دي كانت المعركة بتاعت اللي استعرض فيها الضباط الأحرار قوتهم الفعلية وأمكانهم من إنجاح قائمة ضد قائمة الملك في هذا الوقت، وانتخاب محمد نجيب رئيس للنادي، وإبعاد مندوب سلاح الحدود اللي الملك كان يهمه قوي إنه يبقى في مندوب للنادي في هذا الوقت. وقبل ذلك كانت هناك مشكلة الأسلحة الفاسدة التي تضاربت الأقوال فيها. في منتصف مايو سنة 1948 نعرف أن مصر دخلت تعاونا مع الدول العربية لتسترد الأراضي التي يحاول الصهيونيين أو الإسرائيليين احتلالها من العرب في فلسطين. وكما نذكر الجيش المصري في ذلك الوقت ما كانش مستعد تماما استعداد من ناحية الأسلحة والذخائر ومعدات الحرب اللي كانت موجودة وياه. احنا يدوب كنا طالعين من الاحتلال البريطاني او تخلصنا يدوب من الانجليز، ما كانش عندنا حاجة كتير. الملك ما وقفش ساكت امام الحكاية ديت، كان لابد انه يتخذ قرار ازاي نحصل على اسلحة وذخائر. فوجد ان الطريق العادي عن طريق الامدادات والتموين تحت الجيش والعطاءات ومش عارف الحاجات دي مش هتنفع، فامر بتشكيل حاجة اسمها لجنة الاحتياجات، وأعطى لهذه اللجنة كل الصلاحيات الممكنة إنها تلاقي سلاح أو ذخيرة أو معدات حربية في أي جهة من جهات العالم، تروح وتجيبها وتدفع ثمنها فورا من غير مناقصة، من غير مزايدة، من غير كل الإجراءات اللي احنا بنتكلم. يعني احنا في ظروف غير عادية، فما نجيش نطبق القوانين واللوائح اللي بتاخد وقت طويل على عملية محتاجة كل ثانية منها لها قيمتها. وجاب رئيس لهذه اللجنة لواء مهندس اسمه إبراهيم سعد المسيري. إبراهيم سعد المسيري ده كان أول مهندس دخل الجيش برتبة مهندس، جاب حوالين منه الناس اللي يثق في أمانتهم، لأن دي يعني معاهم دلوقتي فلوس بالملايين هيصرفوها من غير حساب. ابتدى يلم حواليه ناس كويسين، فلما مجموعة كويسة أذكر من ضمنهم مثلا صدق سليمان اللي بقى رئيس وزارة بعدين، عبد المجيد العبد. فالمقصود بعتوا أحد ضباط الذخيرة إنه يروح يتعاقد على ذخيرة من إيطاليا، أما لاش غير قنابل يدوية. أم تعاقد على 250,000 قنبلة يدوية. 400,000 ده يعني كمية ضخمة جدا، والجيش المصري يمكن مش محتاج لها كلها، خصوصا إنه ما أخذهاش يعني بقيمة زهيدة ولا حاجة عشان نسكت عليها. إنما اللي ألعن من كده بقى كيف إن الذخيرة اللي وصلت وجد بها عيوب، وجد بها إنها بتنفجر حتى ساعات بمجرد اللمس. وده مش كلام أنا بقوله، أنا معايا أنا هو جواب من الملحق العسكري البريطاني في القاهرة، وكانت علاقتنا بيه في ذلك الوقت كويسة. قال خلي بالكم من حاجة احنا بنسميها الريد ديفل إن ديت قنابل بتنفجر أحيانا بمجرد اللمس، اللي هي القنابل اليدوية اللي راح عبد الغفار عثمان يتعاقد عليها. طيب الحاجات دي دلوقتي جت ووصلت،
ايه العمل فيها؟ ابتدت العمليه ديت تذاع في الجيش، وابتدت تذاع بين العساكر والجنود واهاليهم، وابتدت تذاع في البلد كلها. كان حدثت اصابات بقى يا فندم؟ كانت حدث اصابات فعلا، اصابات كثيره يعني. انا عندي دوسيه كامل لكل ما كتب في هذا الموضوع امام النيابه او امام المحكمه. يعني كانت بتطلع يوميا، كل الجرائد كانت يعني بتتبارى انها تجمع اكبر كميه من المعلومات عن هذه القضيه، لان كانت القضيه ديت يعني تقدر تقول الحاجه الاولى اللي كان الشعب كله بيهتم بيها، ده مصير بلد. احنا بقى في حرب فلسطين، وانا جايب لك فيه هنا هوت صوره لاحد المدافع اللي عندي، اللي فجرت قبل اوانها في ماسوره المدفع. يعني القول بان قصه الأسلحة الفاسدة دي حقيقة، لأنها حصلت معي. مدفعين من البطارية بتاعتي انفجر قبل أوانه. أسلحة فسدانة وخسرانة، غشنا حكامنا ودسوها. ليه تجروا فيها وقتلونا بيها؟ ليه؟ أذكر أن المرحوم الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس كان تبنى هذه القضية في روزا وكتب اليوسف. عدة مقالات في روزا اليوسف، واخد بالك. ولما الشعب ابتدى يهيج من المقالات ديت، وطبعا الجيش راخر، لأنه اللي ما كانش عارف ابتدى يعرف من المجلات والجرايد والحاجات دي كلها. قام الملك أو حيدر باشا، يمكن كان في ذلك الوقت وزير الحربية، قال طيب الحكاية ديت احنا نديها للنيابة تحقق فيها. الحقيقة أنا ما حققتش في هذا الموضوع، لكن أنا ومصطفى صدقي بقى الله يرحمه اللي كنا بناخد الأخبار نوديها لإحسان عبد القدوس في روز اليوسف، في المبنى القديم بتاعهم ده اللي هو في شارع ورا رئاسة مجلس الوزراء على طول. الدخائل أو الأسرار بتاعتي، لكن ما شفته أنا من صور الأسلحة اللي اتعرضت في المصور وفي آخر ساعة، أقول لك إن ده سوء تدريب كان للعساكر. لأن المدفع ال25 رطل اللي هو كان من أحسن المدافع في الدنيا أياميها، كان منفجر بعد الماسورة على طول، بعد الترباس على طول. يعني الترباس الماسورة ممتدة، بعد الترباس على طول منفجر. ده يدينا فكرة ان المدفع ده فضل يضرب. المدفع المفروض انه يضرب ضرب سريع، يا 4 يا 5 طلقات في الدقيقة، ضرب سريع. والضرب العادي طلقتين في الدقيقة. لو تضربه اكتر من كده تضربه، بس هيسخن قوي وجايز انه يحمر يبقى زي الجزرة. في الحالة دي اول ما تحط القنبلة جواه وتقفل الترباس يروح منفجر المدفع على طول. القنبلة تنفجر في الماسورة. فكل الصور اللي شفتها انا لهذه المدافع، الماسورة منفجرة بعد الترباس على طول. معناها ان المدفع كان سخن قوي واتعمر واتقفل الترباس وراحت منفجرة فكسرته. ولكن النيابة برأت المتهمين. ده في النهاية. ده في النهاية، إنما قبل ما تبرعوا حصل الآتي. طبعا الملك لما شاف إن العملية فلتت من إيده، هو كان لما أوصى إنها تروح للنيابة العامة كان متصور إنه بالسيطرة بتاعته مثلا على دولة وعلى الحكم وعلى الحاجات دي كلها هيقدر يعني يتصرف أو يقدر يوقف العملية، لكن العملية فلتت كمان من إيده على ما يبدو. فابتدى يلجأ بقى لحاجات تانية. ايه الحاجات التانية؟ انه حاول او اوعز للناس اكتر من مرة انهم يعتدوا على حياة احسان عبد القدوس، واظن يمكن انت سمعت الحكاية دي. وبعد كده هو ما اكتفاش بكده، بصيت لقيت انا كمان ابتدوا يحاولوا يأثروا عليا. يعني مش بس ان انا يعني الجماعة اللي هم تحت من ايدي، بل انا جاني اسماعيل شيرين وقال لي انت ايه بتعمل ايه؟ ده انت راجل من الضباط المنظور لهم نظره كويسه. قلت له يا سيدي ان كان على الرتبه اتفضلوا خدوها،
إن كان على أوسمة اتفضلوا خدوها، ولو إن أنا أستحقها، لأن أنا أخذتها مش علشان فانتازية ولا علشان حاجة، ده أنا قمت بأعمال مهمة في الميدان واعتقد ان انا استحقها، انما اذا كان عاوزينها اتفضلوا خدوها. وصممت حضرتك على وصممت على رايي. انا في رايي ما كانت اسلحه فاسده، وانا متهيألي قريت كتاب كتاب بتاع دلوقتي ناسي، ثروت عكاشة. قريت كتاب ثروت عكاشة، هو رايه من رايي ده. الاسلحه الفاسده ده اسم على غير مسمى، اسم على غير مسمى. اللي حصل ان في جهاز يعني مدفع انفجر، ده صح. ليه؟ لأنه هم كانوا يجيبوا بعض أسلحة من مخلفات الجيوش، لأن الجيش والحرب خلص سنة 45، فالصحراء مليانة مخلفات، مدافع وبنادق وإلى آخره وذخيرة وبتاع، فراحوا جابوا حاجة منها فبيجربوها انفجرت، حتى موت الضابط الله يرحمه وبتاع وانتهينا منها. فقالوا لأن كان في دعاية كبيرة جدا ضد السرايا ومن يحولها للملك وللحاجة، فقالوا لا أسلحة فاسدة وبتاع وبيجيبوا ويشتروا وبياخدوا فلوس وبتاع وحاجة زي كده. إنما الحقيقة أنا عن نفسي أقول لك أنا شهادة أمام الله إن أنا مطلع أسلحة جديدة بالشحن من القلعة ومسلمها لهم، جاية من إنجلترا. فما كانش السلاح ديت موالاه في الكلام ومنهاش اصلا. الاسلحه الفاسده حضرتك بتقول انها كانت قضيه حقيقيه؟ لا اصل لها يا طارق، لا اصل لها. والاسلحه الفاسده لعلمك اذا كانت صحيحه وردت سنه 48 والناس في الحكم ولا في المعارضه، فاحنا حتى لو كانت موجوده او وجدت احنا غير مسؤولين عنها. احنا اللي حرقنا التحقيق فيها سنه 50. انا وزير الحربيه المصري الوفدي نصرت الله يرحمه مصطفى نصرت هو اللي طلب من النيابه العامه تحقيق هذا الموضوع. وتبين بالتحقيق ما فيش حاجه اسمها اسلحه فاسده. كل المساله ان بعض صناديق الذخيره مرماها اقل من المرمى المتفق عليه. لكن ما فيش بنادق ارتدت في صدور العسكر، ما فيش سلاح ارتد على القوات المصريه، كل ده كلام لا اصل له من الصحه. ولذلك حفظ التحقيق. وبعدين سنه 51 قدم استجواب، كنا في الوزاره من مصطفى مرعي الله يرحمه، وتناول هذه المساله الاسلحه الفاسده، وقصده احراج الملك واتهام بعض رجال الحشه بالدروع في هذه المساله، بالاشتراك في هذه الاسلحه الفاسده. لكن الحقيقه لا، حتى انا ما رضيت، وكان بقى اعضاء الحكومه اغلبيه زي ما قلت لك، فسافروا مصطفى نصرت. انا ما قلت حاجه عجيبه قوي، القاعه دي على كثره ما شهدت من استجوابات ما شهدتش اغرب استجواب ده. المتهم الحقيقي بسقف الله، انا ما كناش عندنا نزاهه سياسيه، كنت اقول ايوه في اسلحه فاسده وسببت في خساره الجيش وانتوا اللي جبتوها، لكن الحقيقه ما فيش. ما نقدرش نقول بالعموم كده، لكن طبعا كان في حادثه مدفع انفجر، دي حقيقه في حرب فلسطين، لكن ما نقدرش نقول بالعموم ان الاسلحه فاسده، ما احنا كلنا حاربنا بيها وحاربنا في فلسطين بالمدفعيه. صدقي سليمان قال الحق، يعني ما كانش في قضيه اسلحه فاسده. لا كان في، قال كان في فاسد وقال مش كلها فاسده، انما كان في حاجات سليمه 100%، ودافع عن الناس اللي هم كانوا متهمين في هذه القضيه. وكان جمال عبد الناصر زعلان من هذا الكلام، قال امال احنا عملنا الثوره ليه لما كل الاسلحه ما كانتش فاسده؟ كان هو ينتظر الرد من صدقي سليمان انه يقول ان كل الاسلحه فاسده. ده حقيقي. هل كانت الاسلحه الفاسده من اسباب قيام ثوره يوليو؟ يعني هي كانت قضيه كبيره، بس انا اقول لك حاجه. اياميها كان طلع قرار من الامم المتحده انهم ما يدوش سلاح لا لليهود ولا للعرب وكل الناس المتحاربين. طب احنا كنا هنجيب سلاح منين؟ كانوا اللي بيلاقوا سلاح كانوا بيروحوا ياخدوه باي شكل، وكان بيلموا السلاح من الصحراء الغربيه. طب ده يضمنوا انه كويس منين؟ فاذا كان في حاجه
من هذا القبيل انها اسلحه فاسده كانت قطعا غصب عنهم، لكن ما كانتش حاجه متعمده ابدا. السبب المباشر لقيام الثورة كان في رأي حضرتك حرب فلسطين ولا الاحتلال الإنجليزي ولا السرايا ولا حريق القاهرة ولا انتخابات نادي الضباط ولا إيه يا مصطفى بيه؟ سخط الشعب. كان الناس كلها بترى ان الحل هو الثوره، وكان تسمع هذا راي الشارع وراي المثقفين انه يتكلموا على الثوره، وكان اي واحد هيتحرك هتمشي ورا البلد. كانت هناك اسباب كثيره تدعو الى قيام الثوره، ولكن التحرك الضباط هو الذي ادى الى الثوره. هل كان ممكن يبقى تحرك من ناس تانية من مجموعة تانية؟ كان ممكن يبقى تحرك الشعب، لكن كان الشعب خايف انه الجيش هيقف ضد الثوره. ولو كان الشعب اعتقد ان الجيش هيقف معاه كان الثوره قامت قبل كده بسنوات. كان يبقى ضد الوفد في ذلك الوقت ولا ضد السرايا؟ ضد الوفد وضد السرايا وضد الانجليز. وهنا نتوقف قليلا ونقدم لحضراتكم هؤلاء الرجال الذين كونوا فيما بعد مجلس قيادة الثورة. أولهم البكباشي جمال عبد الناصر، ومعه الصاغ عبد الحكيم عامر، والصاغ صلاح سالم، وقائد الجناح جمال سالم، وقائد الأسراب حسن إبراهيم، إلى جانب قائد الجناح عبد اللطيف بغدادي، والبكباشي أنور السادات، والصاغ خالد محي الدين، والصاغ كمال الدين حسين، وأخيرا وليس آخرا البكباشي زكريا محي الدين، وانضم إليهم البكباشي يوسف صديق، ثم البكباشي عبد المنعم أمين في الأواخر، وقبل ذلك انضم البكباشي حسين الشافعي. واستكمالا لأعضاء مجلس قيادة الثورة لا يفوتنا ذكر اللواء محمد نجيب الذي اختاروه قائدا لحركتهم. أنا خالد محي الدين، أحد مؤسسين حركة الضباط الأحرار. حضرتك كنت دفعة سنة كام؟ 40 أعتقد؟ أنا متخرج 7 سبتمبر 1940. أثناء وجودي في إدارة التدريب الجامعي درست كلية تجارة. فبقى معايا بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة، خرجت بيها سنة 51. وكان ده دافع ليه؟ لأن أنا بشتغل بسياسة كنت خايف يعني أطرد من القوات المسلحة. طب أشتغل إيه؟ حتى ليه واحد قريبي قال لي أنت هتدرس إيه؟ قلت له علوم سياسية. قال لي علوم سياسية تتعلمها، اتعلم مهنة اسمها المحاسبة، تطلع عشان تربط من الجيش. هو كان بيسألني بقى، عارف ان انا عشان تقدر تعمل، فدرستها. ده يعني الهدف. فدي منهجة برضو تفكيري ان الدراسة على اساس. انا كمال الدين حسين، ابن من ابناء ثورة 23 يوليو. اتولدت في 2 يونيو سنة 21، يعني في أعقاب الثورة المصرية بتاعت سنة 19، في إحدى ضواحي بنها. قدمت في الكلية الحربية فما بقبلتش عشان كان لسه سني 16 سنة، وبعدين دخلت الحقوق واستمريت سنة في كلية الحقوق، وفي آخر السنة برضو قدمت في الكلية الحربية لغاية ما قبلت، واتخرجنا في 1 نوفمبر سنة 39. كانت الحرب العالمية الثانية ابتدت، وبعدين بعد ما قربت الحرب تخلص رجعنا كلية أركان حرب، رجعونا كلية أركان حرب. حسين محمود الشافعي، ابن محمود الشافعي باشمهندس بلدية طنطا. ولدت في طنطا في 8 فبراير سنة 18،
والوالد في الأصل من كفر طه شبرا مركز أوسنا المنوفية. ذهبت إلى المنصورة حيث حصلت على شهادة البكالوريا من المنصورة الثانوية. قدمت في الكلية الحربية بعد الانتهاء من الدراسة الثانوية في المنصورة، ودخلنا في الدفعة اللي هي بدأت فيها الدراسة في 6 أكتوبر 36. هل كل أعضاء مجلس قيادة الثورة كان لهم دور فعال إيجابي متساوي في بداية الثورة، ولا في ناس دورها أهم من ناس؟ مفيش حاجة اسمها متساوي. كل واحد كان له دور مهم، وقلت ده احنا كلنا كنا بنكمل بعض وتركيباتنا كده. في يعني كمال حسين مثلا شخصية معروف عنها انها شغالة جدا، مخلصة جدا. واحد زي صلاح سالم شغال، بيرتب، بيخطط، عنده حجة. زكريا محي الدين هادئ الطبع، ياخد خطواته بالتوالي. يعني بغدادي سياسي من مدة طويلة، فله خبرة في العمل السياسي في القوات المسلحة من مدة، مرتب التفكير، ياخد خطوة ياخدها بعد الدراسة، الخطوة دي وبعدين الخطوة دي. يعني كل واحد منهم له ميزة، خد بالك. فعلى بعضهم كمجموعة كملوا بعضهم. يعني ده يعني حسين الشافعي شخصية مثلا هادئ الطبع، مترتب، ما ياخدش خطوة سريعة. ما جه يعمل يعني الحركة في فرسان خطط لها تخطيط كويس، متعاون. يعني تعاون أنا وثروت وهو وعثمان فوزي، يعني عنده اتجاه جيد ومخه مرتب، يدرس أموره بهدوء. جمال سالم طاقة كبيرة، شغال، والحاجة اللي ما يعرفهاش يتعلمها. يعني دي برضو يعني كل واحد فيه صفة من الصفات. كل واحد عمل دور، ده مسك سلاح الطيران، ده فرسان، ده مدفعية، ده كده. يعني ايه، كل واحد عمل حاجة، فالعمليات على بعضها كملت بعضها. عرفنا يوم 28 29 يوليو ان في قيادة. مين هي القيادة؟ قالوا في حاجة اسمها هيئة تأسيسية. مين الهيئة التأسيسية؟ قالوا 9 كانوا كلهم أعضاء مجلس الثورة، شكلوا القيادة أياميها. جمال عبد الناصر، عبد الحكيم عامر، عبد اللطيف بغدادي، خالد محي الدين، كمال الدين حسين، أنور السادات، جمال سالم، صلاح سالم، وكمال الدين حسين. 9 على وجه التحديد يعني. بعد شهرين شكلوا مجلس قيادة الثورة وضم 4 منهم حسين الشافعي، زكريا محي الدين، ويوسف صديق منصور، وعميم أمين، وضموهم على أساس دورهم الرئيسي في ليلة الثورة. أعضاء مجلس الثورة كان سنهم متوسط سنهم 32 33 سنة، وإحنا كلنا في العشرينات كلنا. مجلس قيادة الثورة يا مصطفى بيه، أيوة، تكون على أي أساس؟ تكون على أساس المجموعة التأسيسية اللي اختارها جمال عبد الناصر. إذا كانت من زملاء الرئيس عبد الناصر. طبعا كان باختياره، وأغلبهم حتى من دفعته أو الدفعة اللي بعده بسنة أو 2، يعني من زملائه اللي كانوا معاه في الجيش في المشاة أو في كلية أركان حرب. فأغلبهم من دفعة 38 39 40، يعني من أصدقاء ومعارفه وموضع ثقته. يعني نختار مجلس قيادة الثورة، نحن الذين قمنا بالثورة، ونحن الذين أخرجنا الوحدات، ونحن الذين كنا سنعدم. نقول بقى مين؟ مثلا واحد زي صلاح سالم كان في مجلس قيادة الثورة. ما هو دور صلاح سالم وقد كان في رفح؟ وعندما بحثنا هذا الموضوع وجدناه أنه كان في رفح وفي البيت في المعسكر، لم يذهب حتى إلى مكتبه. جمال سالم كان موجود عند أبو زنيمة على البحر الأبيض، ولم يأتي إلى الساعة 10. يعني دي فرضها من الذي فرض مجلس قيادة الثورة؟
لسبب آخر أنا مش هخش فيه، ولكن اعترضنا على هذا لأن الثورة قامت بقادة الميدانيين على رأسهم جمال عبد الناصر، اشترك اشتراكا فعليا عبد الحكيم عامر، اشترك معنا كمال الدين حسين من المدفعية، حسين الشافعي قام بدور كبير جدا هو وثروت عكاشة لا ينكر في سلاح الفرسان، زكريا محي الدين كان في الكتيبة 13، يوسف منصور صديق كان في مقدمة الكتيبة الثالثة مدافع مكنة. ده اللي عرفهم الذين قاموا بأدوار ليلة 23 يوليو. تعيين مجلس الثورة لم يكن له اختيار له انتخاب وله اختيار من بين الضباط الأحرار، إنما هو تشكيل رآه جمال عبد الناصر في ذلك الحين، في الوقت اللي كان كل الضباط الأحرار منتشرين في كل حتة في البلد بيأمنوا الحركة. كالشيء الطبيعي إنه سلاح الفرسان له 3 أعضاء، الشيء الطبيعي إن سلاح الفرسان له 3 أعضاء يبقوا في مجلس الثورة اللي كان في ذلك الحين 13 واحد، أو في مجلس القيادة حتى الأول ما كانش مجلس الثورة، ف 13 واحد. ويبدو والله أعلم، ويمكن ده الحقيقة مش بس يبدو، إن عبد الناصر يعلم جيدا مدى عصبية ثروت عكاشة، الصاغ ثروت عكاشة في ذلك الحين طبعا، ومدى تمسكه بوجهة نظره الصحيحة واستعداده للقتال عنها. ويبدو أن هذه النوعية من الشخصيات قد لا توافقه كثيرا في مجلس قيادة بيقود عملية يعني شديدة المراس في المرحلة الأولى. فهو أوحى إلى ثروت عكاشة عن طريق خالد محي الدين إنه يعتذر، وقد اعتذر ثروت عكاشة اعتذارا طيبا، وساب حسين الشافعي باعتباره أقدم رتبة. وهنا لازم أقول بقى أن حسين الشافعي ده يمكن من أكثر الناس جهدا وعملا في هذه الليلة. أقربهم إليك كان مين؟ أقربهم إلي كان أنور السادات. وأبعدهم؟ ما كانش في اتصال أو اختلاط خالص؟ أنا كنت متصل بيهم كلهم. مين نقدر نطلق عليه أسد الثورة؟ جمال عبد الناصر. ذئب الثورة؟ الواقع ما كانش بينهم ذئاب أبدا. ثعلب الثورة؟ ولا ثعالب، ما كانش بينهم ثعالب. كبش الفداء في الثورة؟ صلاح سالم. الجندي المجهول من رجال الثورة؟ كلهم كانوا مجهولين. مين كان أكثرهم إخلاصا ووطنيا؟ هم كانوا وطنيين، إنما كانوا لا يعرفون ما يجري في البلد، وكانوا يفكرون تفكيرا عسكريا. مين يا فندم كان أكثرهم نعم. من حيث لداعة اللسان؟ كان لسانه لادع أكثر. أنا عاوز أقول لك تذكر أنت مين كان أكثرهم هدوءا في الأعصاب واتزانا؟ أنور السادات. مين كان أكثرهم نقدر نقول إيه اندفاعا؟ جمال سالم. العنف موجود في آل سالم يعني، إنما جمال سالم كان يعني سقطت بيه الطيارة وعمل عمليات عديدة جدا، يعني قيل إنها 14 عملية جراحية، وإنها تركت أثر كبير جدا على أعصابه، بحيث إن هو ما كانش بينام الليل أبدا، يعني غيرت جهازه العصبي، ما كانش بينام الليل وكان بينام النهار. حتى لما بقى وزير كان يروح الوزارة الساعة 8 بالليل ويقعد ل3 4 الصبح وبعدين يروح ينام. هذا الجهاز العصبي بقى كان يعني زي ما تقول يعني تلف أو أتلف نتيجة العمليات الجراحية العديدة اللي هو أجراها. حسن إبراهيم كان راجل شجاع وعنده صراحة وما عندوش عيال ولا أسرة ولا حاجة يخاف عليها، كان عنده قدرة على المواجهة، يعني عنده صفات كويسة. هو زكريا محي الدين هو الوحيد من أنا مش عاوز أتكلم الثورة أنا مش عاوز يرفض الكلام. أنا مش عاوز أتكلم عن أشخاص أبدا. ما أنا بقول مش عاوز أتكلم عن أشخاص أبدا. تفتكر حياتك هو بيرفض الكلام ليه؟ أنا عارف، اسأله. وكانت وزارة الهلال باشا مجتمعة ببولكلي بالإسكندرية يوم 23 يوليو،
ولم يكن قد مضى على تأليفها سوى ساعات معدودة، واتصل الهلالي تليفونيا باللواء نجيب الذي عين قائدا عاما، وأبلغه أنه مستعد لإجابة طلبات الجيش. وبعد المحادثة لم يرى الهلالي بدا من تقديم استقالته، فقبلها الملك فاروق. ولم يكن هناك خطا محددا مسبقا للأحرار تجاه أعدائهم، وكان المسكوت عنه في البيانات الأولى للثورة أهم بكثير من المنطوق به. قامت بعد انهزامات عسكرية وبعد تلوث بيحوم حوالين سمعة سيئة حوالين العرش، كل ده هو خلانا نشارك طبعا كل الناس ان احنا نفرح بهذا التطور السريع. بصراحة شديدة، تفتكري حضرتك ايه مبررات قيام ثورة 23 يوليو؟ رجعنا برضك وانا مش قلتها. ده رأي حياتك الشخصي بقى. هي افتكر الاسباب وكله قضاء وقدر. يعني هل حاشية الملك مثلا كانت احد هذه الاسباب؟ طبعا. وايه كمان؟ ما بتنقلوش الصورة صحيحة، وعدم المواجهة بين الوزراء، وعدم من يعني زيارة السكنات، الجيش، بعد عن نبض الشارع. وامتلأت الشوارع بملصق يحمل صورة ضابط يقول: نحن حماة الدستور. يوسف صديق قرر انه يعمل منشورات، مطبوعات تطبع وتتلزق في الحيطان في الشوارع بتقول نحن نحمي الدستور او الجيش يحمي الدستور، مش فاكر العبارة بالظبط. أما الأحزاب فكان يصعب تصور اختفائها بسهولة. كل الأحزاب أولا برامجها أستاذ طارق كانت واحد، أنا قريتها كلها. كل برامجها واحد لا فرق. ليه؟ لأن كان فيه الاحتلال الإنجليزي، فكان أهم شيء رقم واحد التخلص من الاحتلال الإنجليزي. لكن الأحزاب فيها فساد، مفيش أحزاب أخرى. وفساد إيه؟ ده دول بيدفعوا فلوس. أنت فاهم إن الأحزاب كانت بتاخد فلوس منين؟ إيه؟ من بعض، من الأعضاء. مفيش الحكومة ما بتديش فلوس أبدا. وصلنا لكل قرار إن إحنا مش ممكن هنعمل حكم وطني وجيش وطني وعدالة اجتماعية والملك موجود. يعني احنا كنا عارفين الملك ده عقبة، ما حطيناش واحنا بنحط الثورة خطة ان احنا امتى هنشيل الملك، لان احنا كنا الاول عايزين نسيطر على القوات المسلحة، بعدين نسيطر على أجهزة الإذاعة والتلفزيون، وبعدين نفرض شروطنا على الملك، وبعدين نقول إذا الملك كده ايه بعد كده يتفضل يمشي. فده كان في الباك جراوند بتاعنا كلنا. وكان تحديد الملكية هو أول سبيل للعدالة الاجتماعية. إنما يقرب من 1.5 مليون فدان كان يملكها في الماضي 1000 شخص ينتمون إلى 200 أسرة، ولقد انتهى ذلك كله الآن. بعد 25 سنة اعترف بأنني أول من دعا إلى تحديد الملكية الزراعية في مصر. والإصلاح الزراعي أول قانون اجتماعي اقتصادي سياسي قامت به الثورة في 9 سبتمبر سنة 52. وبسبب هذا القانون حلت الأحزاب. فإذا القانون هو عماد أساسي من عمود اللي قامت على أساسها الثورة، لأن هذا عبارة عن توطيد للعدالة الاجتماعية، تصحيح للأوضاع الاقتصادية في البلد اللي كان فيها 0.5% يمتلكوا كل شيء، و99.5% ما يمتلكوش حاجة. كانوا بيسخروا عندهم في يعني لما تيجي تشوف ان كان العامل في وقتها ما بيحصلش شيلين في اليوم، ما كانش بيقدر يعني يلاقي لقمة العيش أكتر من لقمة العيش الحاف وجبنة القديمة وحتة الفجلة مثلا، وهو بيكد ويجدح ويطلع خضار ويطلع فاكهة ويطلع كل الكلام ده وما بياخدش منه حاجة.
فكان لابد ان الثوره انها تنفذه، وهو قانون الثوره الاساسي. وعلى هذا الاساس هذه الارض وزعت على صغار الفلاحين او المعدمين من الفلاحين. ما كانش هذا التوزيع وزع بالعدل ما كانش جاب ثمرته. هل المهندس سيد مرعي كان له دور في هذا المجال؟ كان له دور، هو أول واحد ابتدى تنفيذ قانون الإصلاح الزراعي من سنة 52 لغاية سنة 61. حياتي الأولى كانت كلها في الأرياف، وشفت الظلم وحسيت الظلم الواقع على الفلاحين في وقتها من رفع القيمة الإيجارية. فتقدر تقول إن التفكير بتاعي بدأ تفكيرا اجتماعيا للبيئة اللي أنا موجود فيها. ما كنتش أعرف في هذا الوقت وأنا متخرج جديد إيه هي كلمة الإصلاح الزراعي، إلى أن تطورت الأمور. كان الله يرحمه علي باشا الشمسي رئيس البنك المركزي في وقتها، فكنا بنتكلم مع بعض في هذا الموضوع. فهو أول واحد ترجم الناحية الاجتماعية التي كنت أفكر فيها إلى ما سمي بالإصلاح الزراعي. مش بس كده، دعا واحدة اسمها دورين وارنر، متذكر اسمها لحد دلوقتي، كاتبة إنجليزية، كانت كتبت كتاب عن Land and Poverty in the Middle East، الأرض والفقر في منطقة الشرق الأوسط. من ضمنها نادت بالإصلاح الزراعي. من هنا تنبهت لهذا الموضوع، إنما تنبهت من زاوية محددة، اللي كان المرحوم محمد بيه خطاب في مجلس الشيوخ بينادي بتحديد 250 فدان. أنا ناديت في وقتها بتحديد القيمة الإيجارية للأرض الزراعية. فأصبح القانونين دول مكملين لبعض. ده قبل الثورة. الثورة جت وعرفنا أهدافها، وابتدت تعمل حاجات كانت تعتبر في ذهننا كالأساطير. ثورتنا المصرية أهدافها الحرية وعدالة اجتماعية ونزاهة وطنية. ثورتنا المصرية أهدافها الحرية وعدالة اجتماعية ونزاهة وطنية. ثورتنا. كانت هذه هي مبادئ الثورة التي عرفت بشكل واضح وأعلنت فيما بعد رسميا. قمنا بهذه الثورة وليس بين أيدينا مشروع حضاري أو نظرية واجبة التطبيق. لماذا؟ لسببين. السبب الأول أن المشتركين من الضباط في التنظيم وفي الثورة كانوا على مشارب شتى، منهم من كان من الإخوان المسلمين، ومنهم من كان غير ذلك، ومنهم من كان يعتنق المبادئ الليبرالية. فلم يكن من اليسير أن نجمع على خطة أو مشروع حضاري أو نظرية كما سبق أن قلت لك، ولكن كانت تربطنا جميعا أهداف وطنية لا غبار عليها ولا تشكيك فيها. الأمر الثاني أننا لم نكن نعد أنفسنا لتولي الحكم حتى تكون بين أيدينا تلك النظرية الواجبة التطبيق التي تطالب بها الثورة عادة، وإنما بدأت الثورة عملها بالالتجاء إلى أسلوب التجربة والخطأ مع ما يكتنفه من أخطار. إذا المبادئ الستة لم تكن في ذهنكم قبل بداية الثورة؟ لا، كانت في ذهننا بلا أدنى شك، لأنك عندما تراجعها تجد أن هي أهداف كل مصري وطني، لكن لا يختلف عليها، ما كانتش مكتوبة ومطلعين عليها ومناقشينها مثلا. أصارحك القول بأني لم أكن أعرفها إلا بعد نشوب الثورة. أنت لما تقرأ كتاب فلسفة الثورة يقول لك إيه في كتاب؟ إن إحنا زي 6 شخصيات تبحث عن مؤلف. صح، ده عنوان مسرحية كتبها الكاتب الإيطالي لويجي بيرانديلو. 6 ممثلين
قادرين على انهم يمثلوا، لكن ما فيش نص. هم قاموا بثوره مش عارفين يعملوا ايه، بيدوروا على فكره. ولذلك لما ترجع لايام الثوره كان يقول لك الحركه المباركه، الحركه المباركه او الانقلاب. وبعدين لما نفعت والملك طلع هايف والراجل علي ماهر ضحك عليهم وضحكوا عليه، بمرور الوقت تكون فكر وتكون ثوره زي ما انت شايف كده. انا شفت كتاب او الكلام بينقال في الجرايد، لا داعي لذكر اسم اللي بيقوله، ان ما انكتبتش هذه المبادئ الا بعد قيام الثوره. لا، كانت موجوده، بس يمكن الصيغه بتاعت المبادئ. لكن القضاء على الاستعمار واذنابه من الخونه المصريين، عمل جيش قوي، عداله اجتماعيه، الديمقراطيه، ده كله موجود. اولا كان في اهداف الضباط الاحرار دي مكتوبه. احنا عايزين البلد تستقل، ونعمل جيش وطني قوي، ونعمل عدل اجتماعي وحكم وطني. من انطلاقنا من الاهداف دي بالك وصلنا لكل قرار. يعني اذا كان في تفكير هادي، لكن الاهداف ما كانتش بعيده. ولذلك اهداف الثوره السته وضعت بعد ذلك مستقاه من اهداف الضباط الاحرار. مسيره الثوره اتعملت الاهداف السته. بالك، فاللي يقول لك ان كل شيء كان مخطط غلط، ويقول لك ان ما كانش فيه افكار، بيبقى غلط. من اول يوم في الثوره اعلنا الاهداف السته: القضاء على الاستعمار واعوان الاستعمار، القضاء على الاقطاع، القضاء على الاحتكار وسيطره راس المال، اقامه عداله اجتماعيه، اقامه جيش وطني قوي، اقامه حياه ديمقراطيه سليمه. من اول يوم في الثوره قلنا دي مبادئ الثوره، قلنا هذه المبادئ السته ستعمل الثوره على ان تحققها. وهكذا بدأت الصفحة الأولى من تاريخ جديد لمصر. مع أجمل المنى وأرق تحياتي.